همزة الوصل في الأفعال إلى حالتين، مرة بتكون مضمومة ومرة بتكون مكسورة ليس لها حالة مفتوحة. هلأ كيف بدي أقولها أو وكيف بدي أقولها إي؟ قاعدة بسيطة جدا بدنا نلتفت لها ونركز عليها أثناء القراءة. قاعدة بسيطة جدا جدا، نطلع بعين الفعل. شو يعني عين الفعل؟ يعني وسط الفعل. عين الفعل وسط الفعل. طبعا ما بحسب همزة الوصل من بنية الكلمة. افترض عم اقول اضرب، كلمة اضرب هي جاي من فعل ضرب، صح؟ هي جاي من فعل ضرب. وين عين الفعل؟ هو حرف الراء الوسط. هلا في منهم بيقولوا بتطلع بالحرف الثالث، صح؟ إذا هو عم يحسب همزة الوصل من بنية الكلمة أو بيعتبرها إنه حرف، بيقول 1 2 3، صح؟ لكن إحنا خلينا ناخذ القاعدة السليمة، بنقول بنطلع بعين الفعل. وين عين الفعل؟ هو فعل ضرب، يعني حرف الراء بتطلع فيه. هلا بعد ما قلنا وين بنطلع، إذا كانت مفتوحة أو مكسورة بتكون مكسورة، فقط إذا كانت مضمومة بتكون مضمومة. رح ارجع عيد. بالأفعال همزة الوصل إلى حالتين، إما مكسورة وإما مضمومة. لحتى أعرف أنت بتكون مضمومة أنت بتكون مكسورة، مطلوب مني اطلع بعين الفعل. بعين الفعل، أنا عم بحكي عن همزة الوصل بالأفعال. عين الفعل يعني وسط الكلمة. فيني أقول الحرف الثالث أو الحرف الثاني حسب ما أنا بلشت عد. إذا عديت من هون بيكون الثالث، إذا عديت من الضاء بيكون الثاني. لكن عين الفعل إذا كان مضموم عين الفعل بتكون مضمومة، إذا كان مفتوح أو مكسور بتكون مكسورة. شوفوا اذهب نفس الشيء، اذهب هون عم ناخد على الكسرة. اذهب اذهب، لاحظوا حرف الهاء هو عين الفعل. إذا قلت 1 2 3 بيكون حرف الثالث. إذا بقول ذهب بيكون حرف الهاء وعين الفعل. هيدا عين الفعل مفتوح، يعني كمان بتكون إي. اذهب. اعلموا نفس الشيء، اعلموا أن الله شديد العقاب. لكن شوفوا إذا كان عين الفعل مضموم فبتكون أو، مثل ادعو. إذا بتلاحظوا الآية اللي قرأتها بأول الحلقة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ادعو، قلت أو، ادعو لأنه العاء مضمومة. ادعو، ما بقول ادعو. هلا ممكن واحد بيقول لك على السمع بتزبط ادعو، يعني السمع بيتقبلها السمع، بس خطأ. يعني السمع بيتقبل ادعو أو ادخل، لكن خطأ ادخل، نقول أوه ادخل. فإذا ادخل، ادعو، اعبد، انظر، اخرج، هول كلهم بده يكون فيهم مضموم همزة الوصل وليست مكسور. من شان توضح أكثر الفكرة قلت همزة الوصل بالأفعال إذا كان عين الفعل مضموم بتكون مضمومة، إذا كان مفتوح أو مكسور بتكون مكسورة. لكن رح نشوف هلأ عدة أمثلة رح يكون فيهم عين الفعل مضموم وبتكون مكسورة. كيف هيك؟ بنقول اللي قلته قبل شوي إنه بده يكون الضم أصلي وليس عارض. الضم بده يكون أصلي وليس ضما عارضا، ليس ضما عارضا. شوفوا كلمة امشوا، مع انه امشوا الشين مضمومة، ليش قلت اي ما بقول او؟ ما قلت امشوا، خطأ. امشوا يعني هون طبعا همزة الوصل بدها تكون مكسورة. امشوا. بيجي واحد بتطلع بيقول الشين مضمومة، ليش قلت امشوا مش امشوا؟ وأيضا ابنوا، ما بقول ابنوا، قالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، ما بقول ابنوا، بدي أقول ابنوا. هلا بتسمع مثلا على القارئ الشيخ عبد الباسط مثلا بكون عم يتسمع بيقول ابنوا، بقول في خطأ؟ قطعا ما في خطأ. رح أقول شو العلة. وامضوا حيث تؤمرون، كمان ما بقول امضوا، بقول امضوا. الفكرة إنه هذا الضم هو ضم عارض وليس أصلي. كيف ضم عارض؟ إذا أنا عم بحكي مع المفرد، عم بحكي مع شخص مفرد، بدي أقول له امشي، بحذف حرف العلة. ما فيني أقول له حرف العلة ياء، بينحذف حرف العلة بتصير امشي، يعني كسرة.
طيب إذا عم بحكي مع اثنين بقول لهم امشيا، اثنين امضيا، اثنين. ثلاثة بأصل بنية الكلمة امضوا أو امشوا نفس الشيء، أو ابنوا نفس الكلمات. ثلاثة بقول امضيوا، هيدي أصل بنية الكلمة امضيوا، لكن حذفت الياء للثقل، ما في نقول امضيوا، قول امضوا. مثل ما قلنا الياء موجودة بالمفرد حذفناها بالمفرد، موجودة بالمثنى امضيا موجودة، يعني بالجمع بثلاثة وما فوق بالجمع بأصل بنية الكلمة موجود الياء امضيوا، لكن حذفناها للثقل. شو صارت الضمة هون؟ صارت الضمة ضمة عارضة وليست أصلية، يعني امضي أصلا مكسورة امضيوا، صارت الضمة هون ضمة عارضة، بقول امضوا وليس امضوا. هون 3 كلمات أو في عدة كلمات، لكن اللي جمعته لأني هون امشوا ابنوا امضوا، هون ما فيني أقولهم او مع إنه الضمة موجودة، برجع بقول هاي ضمة عارضة وليست ضمة أصلية.